ما كانش فيه تكييف، الجو كان حار. كنا ايه؟ جي اي ان شاء الله. انت ليه كلماتك انجليزي وثلاث حروف دايما؟ مش فاهم الاي جي، تعالى فهمه الاي جي. حوالي 25,000 جنيه. خرجوا من اللجنه، يلا ننزل. طب ماشي، خد المايك دوت. نسيت اجيب الشوكه. ايه؟ نسيت اجيب. يلا عملت ايه في الامتحان النهارده؟ انا كده هاكل. والله الامتحان كان كويس. انت كده مش ماسك له المايك. يا عم ما فيهاش مربى يعني، اللي عنده دم احسن من اللي عنده فلوس يا جدع. لا انا مش شايفها على قلبك. الحمد لله المراقب اللي كان واقف علينا كان راجل محترم، سابنا نغش، غشيت 29 سؤال. طبعا الامتحان كان فيه كام سؤال عشان تغش؟ 29 سؤال. هو امتحان 29 سؤال واثنين مقالي. مقالي. المقالي 3 درجات، هم 2. بس انا بقى سالت صاحبي على المعنى عشان ما كنتش عارف. سالت مين يا ادهم؟ علي شوقي. الراجل ده يا جدعان والله راجل محترم، غششني الامتحان وقال لي الاجابات. وبصراحه انا بس عايز اقول على حاجه، ان التليجرام لازم يتقفل يا جماعه. بصراحه يعني شاومين ده يعني بيرد متاخر. خد قطمه. لازم مروحه يا جماعه اقل حاجه. كان حلو قوي، حلو قوي. طب وامتحان الالماني كان حلو ولا وحش؟ يعني الحاجات اللي محتاجه اللي هي شويه تفكير في القطع، حاجه من الاستنتاج يعني. كان عندي الماني في الايميل كده، كان في حته انا مش عارفاها فوق، بس الحمد لله هبدنا. مين صاحبتك اللي انت بتعتمد عليها في الامتحان؟ لا انا في اللجنه ما حدش بيكلم حد، احنا ولا بنغش ولا بنغشش لو سمحت. هو الالماني بصراحه كان حلو جميل. ايه اللي خلاكي تختاري ايطالي؟ اسباب عائليه. عندكم حد ايطالي في العيله؟ هتسافروا ايطاليا؟ لا. ايه اللي دخلك ايطالي؟ اسباب عائليه. بتحبي الايطالي؟ بعد ما دخلتي ايطالي ولقيتي الامتحان سهل ولا صعب؟ سهل. شايفه الايطالي اسهل ولا الالماني ولا الفرنساوي؟ ايطالي. ممكن اوجه رساله؟ ازيك يا ماما. احب اشكر كل حد دعمني وشجعني على اني ادخل ايطالي، وعايزه اقول لماما ان انا دخلت ايطالي ونجحت فيه ان شاء الله، وما دخلتش فرنش وعشان انا مش بحب الفرنش. شكرا. ما كانش فيه تكييف، الجو كان حار. كنا ايه؟ وسعت منك. ما كانش فيه مروحه. مروحه ما كانتش شغاله، مروحه بس لتحت. جاي على المدرس ومفيش هوا، احنا نجيب 3 مراوح ونخلي مدرس واحد، مراقب واحد مش 2. ليه تعبوا مراقبين؟ بس هم بيقولوا ان في خطه جايه هيخلوا فيه 3 مراقبين في اللجنه. غلط. ليه؟ علشان هم بتاع 20 طالب، ليه 3 مراقبين نتعبهم ليه؟ طب لو قالوا لك في اللجنه هنركب تكييف بس كل طالب هيدفع 500 جنيه، هتدفع؟ ادفع طبعا. قول كلمه لطلبه ثانويه عامه بتوع السنه الجايه، تقول لهم ايه؟ خشوا امريكان. ايه بقى امريكان؟ ايه مش فاهم. خشوا مدرسه امريكان، ما تخشوش ثانويه عامه. هي مدرسه الامريكان غير ثانويه عامه؟ وانت ما دخلتش امريكان ليه؟ انا ما دخلتش امريكان ليه؟ انا اي جي. انا اي جي. انت اي جي؟ انا اي جي، بس فريتش ده بنمتحنه كده. يعني احنا دلوقتي اصلا بنصور مع مدرسه اي جي. انت مدرسه اي جي، يعني ايه اي جي بقى؟ ده سؤال مهم. اي جي يعني بتمتحن المواد على 3 سنين. يعني ايه 3 سنين؟ 3 سنين بتمتحن ثانويه عامه؟ مش على سنه واحده. 4 أو 5. انت السنه دي هتمتحن 4؟ بس انا امتحنت خلاص، يعني انا امتحنت الاي جي وامتحن بس الفرنش كده. ما بيتضافش المجموع يعني ولا؟ لا بيتضاف. انا مش فاهم حاجه. ادهم تعالى يا ادهم، مش فاهم الاي جي، تعالى فهمه الاي جي. يا اسطى مش الاي جي بناخد المواد على 3 سنين؟ بقول لك على حاجه كمان، ممكن تاخدها في 2 بس. دي بقى ده يعني عارفين، شايفين الواد اللي هناك ده اتخرج في 2. استنى ودخل جامعه تقيله. ودخل جامعه خاصه. وعارف دخل ايه كمان؟ EUC. الجامعه الامريكيه في يعني القاهرة. خارج من اي جي؟ اي جي. خارج من اي جي. دخل اي يو سي. بس هو دخل الاي يو سي ابناء عاملين، بعد اذنك عشان بس الكلام يبقى واضح. ابناء عاملين، امه شغاله هناك، فهو الدنيا مستريحه معاه خالص. طب توجه رساله طب لطالب الثانويه عامه اللي جايه ايه؟ ان هو يدخل. انصحهم بالتحويل، انصحهم بالتحويل في اي حاجه. يخش بعد عن الثانويه عامه، يبعد ثانويه عامه، يخش ثانويه عامه، يخش امريكان بقى. على فكره الاي جي بتاعنا اقل من المدارس الناشونال. جميل ورخيص والله تبع الحكومه. على فكره انا كنت اعرف ان في ثانويه عامه وصنايع، ما اعرفش ان في حاجه وازهري. انت متخرج بالك قد ايه؟ الدنيا اتطورت. انت ما تعرفش الامريكان كمان؟ والله ما اعرف، انا اول مره. انت بتعرف الاي بي؟ بتاع الكمبيوتر. لا ده زي الاي جي، اقسم بالله ما بهزر. ده البريتش، ده الاصعب بقى. بتتكلموا بجد؟ والله العظيم. هي دي مدارس؟ ايوه، في اي بي وفي اي جي وفي امريكان. فلوس. اي بي ده مثلا 300,000 و350,000. المدارس اللي هي فيها بسين هي دي؟ لا، المدارس اللي بيروحوا بالمايوهات اصلا. اللي هم تلاقيهم سلتي مولتي زي في مسلسل اليت كده. ايه يا الله. ده في مصر منتشر، مدرسه الليسيه في الشويفات مثلا.
انتظرونا السنه الجايه ان شاء الله. تتوقع تدخل جامعه ايه؟ هندسه ان شاء الله. ايه؟ جي اي ان شاء الله. انت ليه كلماتك انجليزي وثلاث حروف دايما؟ يا ابني انا انجليزي بالعافيه والله العظيم انا ما اعرف الكلام اللي انا بقوله ده. امال ايه جي اي او دي الجامعه الالمانيه. انا ما اعرفش غير بي اي او اللي بتحط على الانستجرام. ايه البي اي او؟ باي ده انتوا زي الفل والله العظيم. انا ايه اللي وداني ايجيبت؟ انا في العبور. انت مدرسة ايه الاول؟ انا ان اس معاهم برضه. انت ايه؟ ان اس نايل ايجيبشن سكول. يا نهار ابيض، هو مدرسة دول اسمها اصلا ان اي اس؟ ايوه. ليه كل حاجة في حياتكم 3 حروف؟ لا بس هي دي مصر يعني نص ونص، نص مصريه ونص بريتش يعني. هي بنظام بريطاني. اب مصري وام اللي هي هاف امريكان هاف ايجيبشن. لا هي بنظام بريطاني بس هي تبع وزاره التربيه والتعليم. فاحنا تلاقينا ميكس كده يعني كده وكده. المفروض ان احنا الامتحان نكون نقفله لان احنا واخدين الحاجات دي من جريد 6 اصلا. فالمفروض ان احنا مجهزين الامتحان ده من سنين. بس احنا ما عملناش كده. انتوا فرنش، انت فرنش. فرنش بس الامتحان كان كويس الحمد لله يعني، واللجنه كانت سايبه شويه. توجه كلمة طيب لطلبة ثانوية عامة اللي هم في مدارس حكومة زي مدرسة امبابة مثلا؟ يعني يسافروا بره البلد، ياخدوا منحة، يتعلموا الماني وياخدوا منحه بره. لا وهنا التكييفات للمراوح لازم يعملوا لها اعاده تهيئه يعني. بس انت قلت التكييفات في الاول فانت نفسي نفسي في تكييفات. بس هو الحقيقي ان في مراوح ومراوح قديمه قوي ويعني بيشغلوها في نص الامتحان عشان يوفروا الكهرباء. هو انت مدرستك مصاريفها كام؟ مدرستي مدعومه من الحكومه، مصاريفها انا بدفع حوالي 25,000 جنيه في السنه. وده غير مصاريف الامتحانات بتبقى في حدود 23,000 برضه. يعني ايه ليه مصاريف الامتحان؟ مع مصاريف الامتحانات عشان الامتحانات دي جايه من بره فبيبقى في مصاريف بقى نقل الامتحانات. ده في جوازات بتقف على بيتكم، تبذير اوفر يعني بصراحه. مدعومه ماديا من ده لو شالوا عليها الدعم هتبقى برقم كبير يعني. هو انتوا امتحاناتكم غير امتحانات ثانويه عامه بتاعت باقي؟ لا حاجات اللي هو الدين والتربيه الوطنيه والفرنساوي بس اللي بنمتحنهم في الحكومه. لكن باقي المواد كلها؟ لا المواد كلها تبع النظام بقى بتاع كامبريدج بقى. يعني انت امتحان العربي بتاعك كان امتحان كامبريدج؟ غير امتحان العربي يعني. انت ما جالكش يا طلظه دي؟ لا ما صح؟ اللي هو في اللي جات في الثانويه الامتحان بيبقى اسهل من الثانويه عامه شويه في العربي. امتحان الانجليش بتاعكم هيبقى زي امتحان الثانويه عامه العادي؟ لا طبعا هيبقى صعب جدا. ده امتحان الانجليش بتاعنا هو اسوأ حاجه في المدرسه اصلا. امتحان صعب قوي يعني لان انتوا المفروض ان انتوا اصلا بتتكلموا انجليش من وانتوا في جريد 1. كل المواد بتاعتنا بالانجليش واحنا صغيرين. الشهاده بتاعتنا دوليه يعني. دوليه وليها وزنها يعني. انت تتوقع ان انت تدخل جامعه ايه بقى؟ انا بدور على فرصه ان انا اسافر بره البلد. الشهاده اللي بناخدها من جامعات الحكومه ما تاكلش عيش. لا وانت اكيد مش هتدخل جامعه حكومه طبعا. ادخل وانا لو دخلت جامعه حكومه هيحصل لي دروب نفسي وعاطفي وكل حاجه خالص يعني. المراوح دي مش عايز اشوفها في الجامعه. صح انت عايز تدخل جامعه فيها تكييف بس كده هتعلي البادجت تطلع اكتر من 25,000. ربنا يخلي الحاج بقى ويسد له. ربنا يكرمك. دلوقتي يا جماعه احنا صورنا مع مدرسه اي جي وشفنا المستوى الفكري والاجتماعي. دلوقتي هنصور مع مدرسه عمار بن ياسر. ايه رايكم في الشباب اللي هناك دول اللي هم جايين بعربيات بي ام ومدرسه اي جي انترناشونال؟ احنا مالناش دعوه بيهم دول. بس هم اصلا كل اكتريتهم بيخشوا بسماعات والكلام ده كله. معانا مدارس امريكان. يا نهار ابيض. معاكم مدارس $10,000 في السنه تقريبا ولا. طب امتحاناتهم اسهل من امتحاناتكم صح؟ الله اعلم بس تقريبا. بس هم بيجوا لهم الاجابات كده اصلا يعني. كده اصلا بيجوا لهم الاجابات هم قاعدين انتوا بتدفعوا كام مصاريف في السنه؟ 525 جنيه. كام؟ 525 جنيه. بالامتحان النهارده كان عامل ايه؟ كان سهل، كان لذيذ يعني حلو شويه. الماني ولا فرنساوي؟ فرنساوي كان سهل. فرنساوي بس الامتحان كان كويس والله الحمد لله. يعني احنا بنحمد ربنا عوضنا عن العربي. هي المشكله في الفيزياء بس. يعني انتوا علمي؟ علمي. انت بتخاف من السندوتشات؟ انا علمي رياضه. يعني انا كل ما اديك السندوتش ترجع. تعالى يا عم. انت عندك رهاب اجتماعي؟ انا؟ شويه سنه صح؟ انت كنت في الامتحان بالشورت؟ حرام ولا ايه؟ لا مش حرام بس انا بسال يعني دخلوه؟ دخلت عادي. طب تدي كلمه طب لطالب ثانويه عامه السنه الجايه ايه؟ كلمه واحده؟ بص ما تراكمش ولا كنت من دروس ولا كان عشان عملنا احنا جربنا بقى. فانت ما تعملش كده. خد واحد جالك من المستقبل بيقول لك ما تراكمش. صدقني. وانت؟ لا بامانه لا يذاكر. لازم يذاكر يعني حتى اولى وثانيه يعني. حتى ان هو تعود المذاكره ان هو يقعد على الكتاب. يعني بالفرنساوي النهارده هيعرف يقعد خلاص مش هيعرف يقعد. بصراحه كان جاي لنا فكره من ثانيه النهارده في ثانويه عامه. في فكره من ثانيه كان جاي. لا قالوا لنا احنا كنا بنذاكر في ثانيه واولى فهي لا اللي ساعدتنا. وانت وجه كلمه. اهرب. منين؟ اهرب من التعليم. اهرب من البلد. سافر بجد ولا سافر اعمل اي حاجه بس ما تخش. عايزين نروح الساحل بقى تعبنا.
تعبنا والله. حضرت لسفريه الساحل من دلوقتي؟ انا محضر الشنطه والله، مستني بس اخلص وخلاص. انت محضر الشنطه واللبس؟ انا محضر الشنطه واللبس، اديني اللابس هطلع بقى واحده على طول الساحل. امتحان الفرنساوي كان كويس جدا، والايطالي كمان كان كويس حبيبي، والالماني كان كويس كمان. فان شاء الله تكون دي دفعه لطلاب ثانويه عامه ان هم يكملوا الامتحانات على خير. اشوفكم ان شاء الله الامتحان الجاي بسندوتش تاني.